مع نهاية 2025 بقت إلهام شاهين فعلياً أكتر فنانة عاملة دوشة على السوشيال ميديا. كل ظهور ليها أو تصريح كانت بيمسك ترند في ساعات، وبتتقسم الناس ناحيتين، فريق شايفها جريئة وصريحة وفريق شايف إنها بتتجاوز الحدود. أكبر موجة جدل بدأت لما اتكلمت عن واقعة وقف التصوير علشان الصلاة، وقالت إن الشغل له أولوية، والكلام اتاخد عليها بشكل ضخم جداً. في ناس اعتبرت إنها بتتحدى الدين، وفي ناس دفعت عنها وقالت إنها بتتكلم من زاوية مهنية مش أكتر. وبعد ما ردت في البرامج وقالت إنها مش مفتية وإنها بتقول رأيها بس، الهجوم مهداش، بالعكس زود الحالة. وبعدها دخلت في دوشة جديدة بسبب فستانها في مهرجان الجونة اللي طار فجأة قدام الكاميرات، واللي ناس كتير اعتبرته جرأة زيادة. ومع ظهور رمز شبه نجم داوود عليه، الموضوع اتفتح على سيل من الانتقادات، خصوصاً بسبب الظروف السياسية وقتها. وهي ردت وقالت إن اللي حصل قدري، وإن لبسها حاجة تخصها، لكن ده ما وقفش الهجوم. كمان حصل سوء فهم في ندوة تكريم، واتقال إنها سخرت من الفنانة لبلبة، لكنها طلعت وقالت إن الموضوع هزار بينها وبين هالة صدقي، وإن علاقتها بلبلبة قوية جداً. لكن كالعادة الناس مسكت في اللقطة وأشعلت الحوار، ده غير الانتقادات اللي بتتعرض لها بسبب زيجاتها وتصريحاتها عن عدم رغبتها في الإنجاب. وكل ما تقول حاجة في حياتها الشخصية بتتحول لساحة نقاش جديدة، لحد ما بقت كل حركة منها مادة جاهزة للترند. إلهام شاهين طول السنة كانت ثابتة على موقفها، بتقول رأيها بصراحة، بتدافع عن الفن، وبتعتبر إن الدين يسر إن كل واحد حر في حياته. وده خلاها أكتر شخصية فنية جذبت الجدل والنقاش في 2025، سواء اللي بيحبها أو اللي بيختلف معاها. في النهاية محدش قدر ينكر إنها كانت واحدة من أكتر الأسماء الحاضرة بقوة على السوشيال.